السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجمال اللي انتوا شايفينه ده، الكنافة بالقشطة. احلى واجمل صينية كنافة بالقشطة ممكن تجربوها بطريقة اكبر المحلات واحلى 100 مرة كمان. لو الكنافة بتفشل معاكي شوف الفيديو ده. هنعمل احلى كنافة مقرمشة لكن في نفس الوقت ناعمة ودايبة دوبان كده، مع طبقة قشطة كريمية وناعمة بتبظ من الكنافة، متماسكة وفي نفس الوقت كريمية، مش مجرد حشوة وخلاص وجامدة وبتخرطيها وملهاش طعم وتموع النفس. لأ، حشوة طعمها هياخدكم في حتة تانية خالص، بتاخد العقل كده. والشربات مظبوط جدا ولونها زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال، والطعم ولا اروع ولا احلى من كده. في الفيديو ده هقولك كل التفاصيل اللي تنجح معاكي الكنافة من اول مرة. اوعدك بعد الفيديو ده هتكوني استاذة في عمايل الكنافة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ وصفتنا النهاردة. اول حاجه هحضرها هي الشربات، لان احنا عاوزينه شربات تقيل وبارد. هستخدم لنص كيلو كنافه كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه من الميه. الكوبايه اللي عايرتي بيها السكر والميه بتاخد من السوائل 250 جرام. الكوبايه اللي هتعايري بيها السكر هتعايري بيها الميه علشان المقادير تطلع معاكي مظبوطه. السكر هنا ضعف مقدار الميه. هضيف نص عصير الليمونه، وهضيف كمان فانيليا، والفانيليا هنا ريحتها مش بتتأثر خالص بعد الغليان. وهرفعهم على النار بدون تقليب علشان الشربات ما يسكرش مني. النار تكون هادية كده في الأول علشان السكر يدوب براحته. واخر حاجة هضيفها هي معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وممكن تستغنى عنها بس هي بتدي لمعة وطعم حلو كده للشربات بتاعنا. تمام. هرفعهم بقى على النار بدون تقليب علشان الشربات ما يسكرش مني. النار في الاول بتكون هادية علشان السكر يدوب براحته، وبعد ما يغلي بعلي النار وبسيبه يغلي لمدة 4 دقايق. ده لو انت ضايفة معلقة عسل الجلوكوز هتسيبيه يغلي بس 4 دقايق. انما لو ما ضفتيش معلقة العسل دي يبقى هتسيبيه يغلي لمدة 7 دقايق. تمام كده. الخطوة اللي بعد كده معايا نص كيلو من الكنافة المتفرزة، جبتها فريش وحطيتها في الفريزر قبلها بيوم. لو مستعجلة تقدري تحطيها ساعة بس في الفريزر علشان بس تعرفي تكسريها بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده بتتكسر بكل سهولة معايا، مجرد ما بفرك بإيدي بتنعم معايا. كده بقت جاهزة معايا. نسيت بس اقول لكم، لو هتستخدموا الكبة بلاش تنعموها قوي علشان مش هتبقى حلوة معاكم، هتبقى بودرة كده ومش هتنجح معاكم الكنافة خالص. بعد ما نعمنا الكنافة هضيف لها السمنة. عندي كوباية سمنة وزنها 250 جرام، والسمنة تكون سايحة شوية. اي نوع سمنة متوفر عندك استخدميه، ولو بلدي بتكون احسن طبعا. تقدري تستبدلي السمنة بالزبدة وتقدري تعملي ميكس بين السمنة والزيت، بس انا ما بحبش الزيت بصراحة لانه بينشفها وبيغير طعمها. بحط السمنة شوية بشوية كده علشان اقدر اوزعها كويس كده على الكنافة. وكل ما احط شوية سمنة بفرك كده في الكنافة لغاية لما اخلص السمنة كلها، وتحسي كده ان الكنافة اتغلفت كلها بالسمنة. الخطوة دي مهمة جدا علشان الكنافة تاخد طعم حلو كده من السمنة. يعني اهم حاجة للكنافة هي السمنة، وانك تغلفيها كويس جدا بيها. والسمنه حتى لما بتبقى كتيره شويه بتدي طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي للكنافه، وكمان بتنعمها بتخليها ناعمه كده، مقرمشه بس ناعمه ودايبه كده. خلاص الكنافه اتغلفت واتشبعت بالسمنه كويس جدا. حضرت بقى صينيه مقاس 30 ودهنتها كده بمعلقه سمنه حلوه، علشان تاخد يعني لون مظبوط موحد كده من تحت. النص كيلو كنافة تقدري تحطيه في صينية مقاس 30 أو 28 أو 26 لو عاوزة القشطة يبقى سمكها تخين كده. أما لو عاوزة القشطة سمكها رفيع شوية يبقى مقاس 28 أو 30. بصراحة أنا عملتها في مقاس 30 وكانت القشطة سمكها مناسب جدا وحلوة جدا. كده تحس كده بطعم الكنافة مع القشطة. انما لما بتبقى طبقة القشطة كتير بتبقى طعم الكنافة كده مش ظاهر قوي فيها. بتبقى يعني تحس كده ان انت بتاكلي مهلبية بس مش معاها كنافة خالص. فالطبقة لما بتبقى رقيقة شوية طبقة الكريمة في الكنافة تحس بطعم الكنافة معاها. بحط نص الكمية في الصينية بس شوية بشوية كده علشان اوزعها كويس كده في الصينية واضغطها بايدي كويس جدا. واخد كنافة واحط في الجوانب علشان اعمل لها سور، علشان لما احط القشطة ما تطلعش مني على جوانب الصينية
وتتحرق مني اثناء التسوية. واحط الكنافة شوية بشوية علشان تبقى متساوية، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. وبضغط بايدي كده، مش قادرة يبقى بنجيب صينية اصغر وبنضغط بيها ونكبس الكنافة كده ونضغطها كويس قوي، علشان لما نيجي نقلب الصينية بعد التسوية نلاقي كده شكلها متساوي ومظبوط، وسطحها كده يكون ناعم، تبقى شكلها زي اللي بتتباع في المحلات بالظبط. خلاص كده فردنا الكنافة كويس في الصينية وعملنا الصور. هنسيبها بقى على جنب ونجهز القشطة. عندي حلة هضيف فيها 4 كوبايات من الحليب، هنزل عليهم ب4 معالق من السكر. لكل كوباية حليب معلقة كبيرة من السكر. الخطوة دي ممكن تستغني عنها، يعني ممكن ما تضيفيش سكر خالص، بس بصراحة الكريمة من غير سكر ملهاش طعم وبتبقى مسخة كده، ويعني أنا بصراحة ما حبيتهاش خالص من غير سكر. يعني جبتها مرة من بره ودقتها، والله ما جبتها تاني. يعني الكريمة مش بيبقى لها طعم خالص. اللي يقولك الشربات بيسكرها، لا، الشربات ما بيعملش فيها حاجة خالص. الكريمة بتفضل مسخة وملهاش طعم وميعة كده، وانا ما حبيتهاش عن نفسي. يعني انتي حباها من غير سكر في ايدك، ما تحطيش سكر. حباها بسكر حطي سكر، انا بحبها بسكر فعشان كده ضفت لها سكر، لان احنا الا هناكلها. خلاص. هضيف كمان 3 معالق كبار نشا ومعلقه كبيره من الدقيق. الدقيق هنا بيدينا قوام حلو كده ونعومه حلوه قوي للقشطه. ممكن تستغني عن الدقيق وتضيفي ال4 معالق نشا. وممكن كمان بديل النشا والدقيق الكاستر، ممكن تحطي 4 معالق من الكاستر. هقلبهم كويس جدا على البارد لغاية لما السكر والنشا يدوبوا تماما، وبعد كده هرفعهم على النار، وايدينا طبعا فيها بالتقليب علشان ما تكلكعش معانا كده وتعمل حبيبات. خلاص كده الكريمة ابتدت تتقل معايا، هضيف لها معلقة قشطة كبيرة اخدها من على وش اللبن، بتعزز كده من طعم الكريمة. ممكن بديلها تضيفي 3 معالق كبار من الكريم شانتيه، بيفرق جامد في الطعم. وممكن من غير حاجة خالص، لا تضيفي قشطة ولا كريم شانتيه، هي حلوة كده من غير حاجة. بنقلب كده لغاية لما تغلي معانا وتعمل فقاعات بالشكل ده. هسيبها تغلي بقى شوية كمان، حوالي دقيقة كده أو دقيقتين، علشان النشا والدقيق يستوي كويس وما يبقاش ليهم طعم باين في الكريمة. كده تمام، بقت جاهزة معايا، هطفي عليها. واخر حاجة بقى هضيفها هي ظرف من الفانيليا علشان تبقى ريحتها حلوة، وعلى طول هحطها على الكنافة وهي سخنة. ما سبتهاش لما تبرد علشان ما تكتلش معايا ومعرفش افردها كده وتعمل كتل، فبضيفها سخنة على طول على الكنافة. وبعد كده هضيف الطبقة التانية من الكنافة، وهبتدي الأول من الحروف علشان الكريمة ما تخرجش من الكنافة. على جوانب الصينية بداري كده القشطة كلها بالكنافة، وبحاول أحطها كده بالتساوي على وش الكريمة. ايدينا يعني تكون ميزان علشان تطلع متساوية ومظبوطة في الآخر. وبنضغط عليها ضغطة بسيطة كده علشان تمسك في بعضها. واخر حاجة هضيفها هي معلقتين 3 كده سمنة على وشها، ممكن تستغني عنها، بس انا بحب احط سمنة كتير للكنافة، بتخلي طعمها وريحتها كده تحفة، غير انها بتخلي الكنافة ناعمة كده وفي نفس الوقت مقرمشة قرمشة حلوة كده ايه خفيفة. وكده خلاص بقت جاهزة معايا، هدخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 200 على تاني رف من تحت. ولو عندك مروحة شغليها هتوزع الحرارة على الكنافة وتديها لون حلو. وأول ما تاخد لون ذهبي من الجوانب بفتح لها الشواية تاخد اللون الذهبي من فوق، مع المتابعة علشان ما تاخدش لون زيادة وتتحرق منك. وأول ما تاخد اللون المطلوب بنخرجها على طول، وعلى طول بنسقيها بالشربات كله، الشربات التقيل البارد. وبعد ما بنسقيها بنسيبها كده زي ما هي على الرخامة لما تبرد تماما، علشان القشطة تبقى متماسكة، لأن القشطة وهي سخنة بتبقى سايحة كده، هتيجي تقلبيها هتخرج من الكنافة وشكل الكنافة هيبوظ منك. أنا سبتها تبرد بس ما بردتش تماما، كانت لسه دافية بس مش سخنة. أنا بحب أكلها والكريمة لسه لينة كده، مش متماسكة قوي، بتبقى كده طعمها حلو وبتبظ كده من الكنافة. قلبتها بالشكل ده ونشيل الصينية كده من عليها. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، شكلها مظبوط جدا، متساوية، واخدة لون موحد جميل، مش محتاجة حتى تزيين. شايفين قد ايه هي جميلة تحفة. كان عندي نص كوباية شربات كده لمعت بيهم الوش، بيديها لمعة حلوة قوي. وحطيت عليها شوية فستق كده، تقدري تستبدليه بأي نوع مكسرات عندك.
او جوز هند، او تسيبيها سادة، هي جميلة جدا من غير اي حاجة. الكنافة زي ما انتوا شايفين مقرمشة من فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت ناعمة، واخدة لون رهيب، لون حلو قوي من فوق ومن تحت. سكرها مظبوط جدا. القشطة يعني عاوزة اقول لكم يعني حاجة كده خطيرة. طعمها في منتهى الجمال، مش متماسكة قوي، لينة كده، كريمية، بتبظ كده، حاجة كده ما شاء الله. بجد روعة في منتهى الجمال، طعمها تحفة. عاوزة الكريمة متماسكة اكتر، سيبيها لما تبرد تماما او دخليها التلاجة. لكن احنا عن نفسنا انا بنحبها لينة كده، طرية في منتهى الجمال. الكنافة بتاعتنا حلوة جدا، شكلها جميل، احلى من اللي بتشتريها من بره كمان. اتمنى يا رب انكم تجربوها، وباذن الله هتعجبكم. كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.